يا مساء الورد يا مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى ايه في السطح كده اما نشوف بنعمل ايه. بس بالله عليكم لايك يا بنات، ربنا يا رب يخليكم ليا. حطوا عندك كده، خدوا النبي من لنا ميه. معلش خد. مش هقطع راسك. اوعى كده عشان اجيب العيش. هتخرج المراوح والحاجة دي. العيش يا عيني كانوا عاملين لها حس. ما عايزين يستابوا كده. خد تعال. ما شاء الله، الله اكبر، حلوين. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هو احنا حاطين ده اهو عشان خاطر بس ايه ما ينزلوش، لاني امبارح وانا فاتحه الشباك لقيتهم دخلوا نطولي من قلب المطبخ. هنملى لهم بس ميه، وانا جايبه لهم علف اهو، يعني نجيب لهم علف مش خساره فيهم. تعالوا تعالوا، عايزين بس ايه نجرد لهم برضو، بما اننا هنجرد للتانيين برضو بالراحه. حط لهم ميه والنبي بس، هو بيدعوا لك. بص يعني جايين جري ازاي. تعالوا تعالوا، انا ماشيه انا ماشيه. يعني ده كمان كده. تعال 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 تعال. بص عايزين تشت، نملى لهم تشت كده ونحطه له. يا خلاص يا خلاصي، يعني ايه حلوين. ما عايزين واحد كمان. بس احنا خارجينهم بره كده طول اليوم عشان خاطر ايه بيبلبطوا. طب بس شكرا. مش همنتج، انا هنزل بصوتي. بيجروا على يا نهار ازرق، يا نهار اسود لو وقعت يا خرابي. ولا نعرفك ولا شفناك. ما بيسألوش على اكلي ليه سبحانك يا رب. ايه ماله؟ لا والله. الشيخ اللي كان بيدن الراجل الكبير ده، لا حول الله، مات النهارده. اللهم صل على النبي. مات يوم الجمعة، ناشر جامع ما شاء الله، الله يرحمه. عايزه احط الاكل وخايفه. احط لهم العلف فين؟ الفراخ دبحناها بقى زي ما انتم شايفين كده، والعشه فضيت علينا وفضيت علينا الدار، كل واحده زي النار. ولازم نجيب دوره كمان بقى ايه ان شاء الله. ابدا معاكم تاني من اول، ونمشي صح كده مع بعض وبالترتيب وبالنظام والتمام ومراعيه. ان شاء الله ربنا هيكرمك فيهم، وهيعملوا معاكي اوزان حلوه برضو من غير خسائر ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. البط ده يوم 10/7 بالظبط. واحنا في شهر ايه؟ او احنا في 6/10/6 كده اللي فات ده اهو، يعتبر شهر. وقولي 10 ايام بقاله 40 يوم والله العظيم من غير كدب كده، 40 يوم. واحنا عشان نذبحه عايزين 3 شهور 90 يوم. يعني ايه بالراحه كده، ويعني اصبري عليه كده وان شاء الله ربنا هيكرمك فيه. الابيض ستارت، اما الاسود ده خليط. خليط ايه دي بقى الله اعلم. انت ظهرت من هنا وما غير يوم. بس على رغم ان هو طويل كده، طويل وهبل، بس خفيف والله العظيم. وصوته بقى ما اقولكوش، صوته بيوترني
عليه ما شاء الله عنده زمارة حلوة قوي. العشة التانية هنجردها برضك عشان ان شاء الله، لان الكتاكيت انا سامعة اليومين دول الواحد ب20 جنيه، فنلحق نجيب قبل ما يرفع. طبعا اليومين دول يعني الى حد ما الجو حلو برضه، فلو عايزة تجيبي هاتي برضه. واهم حاجة يكون عندك لا شفاط او مروحة، واتكلي على الله وسمي بالله كده، وطول ما انت بتستعيني بربنا في كل حاجة ما تشيليش هم حاجة. واحنا هنقعد جنبكم بقى كده ولا ايه؟ عايزة احط لهم علف. وهنا جوز الله يديله الصحة هو بيجرد جوه، لان انا بتخنق بصراحة. بس انا هعبي وراه، يعني مش من هو بيجرد، لا انا هعبي وراه هو بس يجردها لي، وانا ايه هعبي معاه. ونمسك السقايات دي نملاها برضو، المروحة هنركنها ونظبط لهم المكان عشان وقت ما نجيبهم ان شاء الله يبقى المكان ايه نضيف وحلو كده. حتى يعني اخليه يحجز لي حسب بقى ما ايه ما نشوف سعر الكتكوت قد ايه. بصي لازم بعد كل دورة تطهري المكان عشان خاطر ايه ما يبقاش في اي حاجة، تجيبيهم كده على امان وعلى نور. اللهم صل على سيدنا محمد. هاتلي ما احط لهم شويه علف، هحط لهم بقى شويه علف لان ما فيش اكل بيتي، وهو بياكل اكل بيتي برضه. ما فيش عيش عندي ولا حاجه، هو بيحب العيش والرز. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لهم بقى ايه هنا كده بعيد عن الميه عشان خاطر ايه ما يبوشوش. اهو خرجوا. تعالوا. ولما لو جعانين هيجوا بقى هعمل ايه؟ حط لهم في طبق كمان وده هيقضي. ان شاء الله احط في الحله ده، بس المشكله هيجروا دلوقتي. طب اصبر اصبر اما يخلصوا احسن، ده مجانين. ايه هتحط لهم بس ما ربنا يسهل واجيب لهم شطوره. حتى بفكر اجيب 10 كيلو شيشه عليها ونقلب ده على ده. احط لهم علف تاني كفايه كفايه حرام. ايوه هنا بس كده. ها تعالوا بقى يا تفهموا بقى، مجموعه تيجي هنا ومجموعه تيجي هنا. بس انا والله التشت بتاعي لو فاضي كنت مليتهولهم ويقعدوا بقى براحتهم يبلبطوا، لان البط ده النوعيه ده هي عايزه مكان واسع. كل ما بتوسعي له المكان كل ما هيكبر ما شاء الله وهيشيل معاكي. لكن طول ما انت مضايقه على كده وخانقاه هيعقلك الدنيا، وهتلاقيه زي ما هو منقوط كده عامل زي العرس. لكن انا الحمد لله من ساعه ما بدات اللي انا اسيب العشه كده مفتوحه يروحوا ويجروا، وطبعا الصبح سايبه لهم واخدين براحهم. وكده كده لو دلقوا ميه على الارضيه هتنشف، يعني منها للشمس كده هتنشف ومش هتبقى في حاجه. اما في العشه مفيش تهويه بتخش ولا في شمس، فبتلاقي الدنيا ايه معجنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ايه ساعات بحط لهم طقه وساعات 2، يعني لما بيبقى في اكل كتير والله. وساعات بنطلع لهم بالليل برضو، يعني اي اكل فايض من عندنا ولا اي حاجه بروح ايه حاطينه لهم كده اهو. بس كمني ما فيش يعني حاجه فايضه النهارده ولا عيش ولا حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. جبنا علف وحطيناها لهم ومليين لهم ميه كمان اهو عشان لما يحتاجوا قبل ما انزل اكون ايه مهيئه لهم المكان كده، واكلهم وشربهم ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزين شكرة علف ان شاء الله ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بألف هنا مطرح ما يسري يمري. عشان اول مره اجيب الستار ده
انا اللي بجيبه بصراحه وجميل جدا جدا، واشهد له شهاده حق بصراحه. المسكوفي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. آه، البطايه كانت بتجيب حوالي معايا 5-6 كيلو، والله العظيم ما كنتش بعرف اقطعها. عايزه بقى اخش افتح اطمن على الفرخه اللي جوه عقبال ما نجرد العشه ده اللي بره ده بتاعت الكتاكيت. هشوف جوزي كده لو هنقدر نعمل التانية، لان خلاص المغرب هتقدم زي ما انتم شايفين. لو عرفنا نجرد للتانية، وعامة كده كده هما مبيقعدوش جوه، بيقعدوا بره. خش برضه كان ما يخلصوا بس اكل كده اخش افتح للتانيين، لان حاطين العلف قدام الباب، فلو جيت يميتهم الجوك كده هتخرج تاكلهم ما شاء الله. ثانيهم بس يخلصوا اكل ونفتح نشوف الاخبار الفرخه ايه اللي عن الود ودي اقعد جنبها كده. ده لو العلف فلوسي ضاعت. ده ما عندكوش عيش؟ اديتهم والله. بتقولوا ما حطيته فين؟ حطيته بالليل ساعة ما انا قلت انت لك. حطيته في العشه ولا هنا؟ في العيش. لا ما تحطش حاجه في العشه تاني. كلوه اصلا. هم خلوه كلوه. اللهم صل على النبي. ايه في ايه في ايه؟ خلوه خلوه. صل على النبي يا ابني. طلع عليك انا الشنطة عيش دلوقتي. ما فيش رز مكسر طبعا عندكم ولا اي حاجه بايظه كده؟ هبقى اجيب لك شنطة الحاجة. يعني بتاعت الشنطة. او غله او اي حاجه. انا عندي غله بس اما انزل ابلها. غله لا. ايه؟ ولا لا ليه؟ لا بالليل لازم ما انا هبلها لهم مش هديها لهم كده. لا تكسب يا رب النبي. اما تخلص لمي وراه هنا، عشان انا الريحه بتاعت الجرد دي بصراحه بتبقى رخمه قوي وانا هعمل اكل ما بتروحش. ما يخلص بس ابقى عايزين نحط شوية زبالة بس فوق الوش. ماشي. وفي هنا كذا شكاره برضك عايزين نرميهم برضك مع الايه مع الجرده ده. الله يهديكوا الله يهديكوا ليه كده اهو. ادي ادي ادي. انا لو فتحت الديوك دلوقتي هيخرجوا وياكلوهم هم. هنا بقى ايه كان في بواقي محشي، اما اشوف كده هياكلوه ولا ايه. بس ايه ده اهو. تعالوا كلوا بقى. ما خلوش هندخلهم الفراخ البلدي وخلاص. مغرب بصوا سامعين مغرب هتبدا. بصوا هنا احنا جردناها خلاص اهو، يا دوبك بس ايه نعبيها اهو. وريت الشكل في الاخر طبعا عشان ايه مش عارفه اصور دلوقتي. طب شيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هنا صحيح ما فيش نور. انا ناسي بعتروا الدنيا كلها وبعتروا البيت، ويا ما تكونش هي قامت بعد العذاب اللي عملته لنا ده. لا رأى. تعالوا بقى انتوا جايين عندها ليه؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اتنين رقتين. اللهم صل على سيدنا محمد. بس المهم الديوك الرخمة دي نخليهم مش عارفين يقعدوا خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. دي جديدة لسه يا بنات. كانت الأول دي بس ما شاء الله. أما دي فاكرين لما كنت بقول لكم في واحدة تانية عايزة ترقد، عايزة أنا أدخل لها بقى إيه البيت ده اهو، عشان إيه ترقد عليه. بسم الله. ارقدي يا بنت الحلال. ارقدي. خدي هنا رايحة فين؟ تعالي تعالي سيبيها. اقفل لها حتى كده اهو عشان خاطر اهو. بصوا كده اهو تقعد براحتها بقى عشان الديوك اهو. اقعدي الله يهديك. عايزه احط لها دار اخرين. لا ده مششه خلاص. مششه مش نافعين.
سبحانك يا رب. زي ما كلنا عارفين البيضة السليمة من البيضة البايظة. هحط لهم بقى الاكل والميه. طول ما هي شايفاني كده مش راضيه تقعد. بس اهدوا 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 اهدوا، الله يهدي. بصوا بصوا حبايب قلبي بقى. هنا احنا جردنا خلاص اهو وشد حطينا نشاره زي ما انتم شايفين اهو. طبعا احنا اما نجيب مش هخليها بالوسع ده، انا هحوط بس حته على قدهم وخلاص اهو كده. احنا ايه على هيئه الاستعداد خلاص زي ما انتم شايفين ده كله اتجرد الحمد لله. هنا البط بقى زي ما انتم شايفين كده مقتحم السطح كلها. بس احنا اهم حاجه ان احنا ايه نقفل العشه، عشان انا لو سبتها كده هيخش فيها وينمل فيها ويعقها. احنا لسه ما نزلناش عشان بنعمل لهم اللمض. الدوات باظت واللمض تقريبا كده اتحرقت، فهنعمل لهم بقى نحط لهم اللمض وحطينا لهم الاكل والميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا مش هنعمل حاجه في السطح ده، ميه كده كده هتنشف. السطح كده كده احنا كنا مروقينه ومنضفينه مفيهوش اي حاجه خالص اهو. بس الا شويه الهدوم دوت اما حد يجي نرميها لان قديمه خالص ومتقطعه ومش هينفع ان انا ايه نديها لحد حرام، ان هي يعني متبهدله جدا وقديمه خالص. فلما حد يجي بقى بتاع العربية الزبالة وكده نبقى ايه نرميها. جو جميل اصلا فوق السطح والله، الواحد ما عايز ينزل. اشتغلت لا اله الا الله. النار بدنت واحنا قاعدين لسه. الا انت قضيت سيبها راقدة ما تجيش يمتها. انا مش عارفة بتقومش تاكل ليه ولا بتقوم ولا ايه. خلاص هات عشان ابقى اغسل لهم السقايات، عشان ايه لما ان شاء الله نحجز ان شاء الله. يعني هناوي تحجز ولا ايه؟ هتحجز ان شاء الله. هو اترحم من العلف ما صدق قال لي اذبحي ريحيني. خلاص اتصل بيهم بقى شوف على لو هو على 20 زي ما انت بتقول ماشي، لو هو على 20 لكن 30 والكلام ده كله لا. يعني اتبهدل ازاي هو اللي جرد لي العيش. الله يخليك يا رب. ناقص العيشه التانية. انا مش هجرد. هي دي اللي فاضله. حرام عليك ده البط غلبان. هو بيحبش البط. ما هو قاعد بره يعني ما نجردش. قاعد بره اهو. لا وده بص ده هيجننا. ده انا بسمع صوته وانا نايمه. عارف لما بيكون جعان بقى يا لهوي بينزل. لا بينزل ده بينط من الشباك. بينط من الشباك اهو راح يجيبه. جردت له المصحف، جردنا له كذا مره وعكها كده كده. هو بينام بره زي ما انتوا بتقولوا. الجو حر. جو حر خليه عامل لنا حس اصلا. بس اهدوا اهو ادي صوته. هو راح فين؟ هاتوا يلا عشان ننزل يلا. هاتوا مين هو مش هيجي. خلاص. طب هنا يا حبايب قلبي بقى اكون خلصت معاكم الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله اول ما اجيب الكتاكيت هصور لكم كل حاجه. طبعا احنا ايه عملنا مكان، فانت لو ناويه تجيبي ان شاء الله وتستقبلي دوره معايا يا ست الكل حددي مكان حلو كده وحوطي عليه ونضفيه وقفليه واللوند والنشاره وظبطي الدنيا. فظبطي الدنيا بقى وايه، وان شاء الله لما اجيب نبدا مع بعض الدوره على خيرة الله. وانا عرفت برضو قبلها بيوم كده هبقى
هقول لكم ان انا هجيب امتى. خلاص، بالله عليكم اللايك ثم اللايك. هتوحشوني حبايب قلبي، ومع الف سلامه في حفظ الله.